أن وصل الأمر بمطالبة استبعاد المغرب من تنظيم كأس العالم 2030. لا نتحدث ربما هنا أستاذ فيلالي عن الجانب الرياضي فقط، بل نشير إلى علاقة الرباط بالمحيط الأوروبي. من المستحيلات أنه المغرب سيحتضن المباراة النهائية لمونديال 2030. لما دخل في شراكة مع إسبانيا والبرتغال لم يكن ذلك باعتباره ورقة احتياطية أو عجلة احتياطية، بل إسبانيا والبرتغال قرأ المشهد جيدا ورأى في المغرب أنه دولة بمرجعية كروية كبيرة أولا، وثانيا يملك حجما من الأصوات داخل القارة الإفريقية. الهوشه مع اسبانيا والهوشه مع سي بيرسونيل تاع الشغل تاعهم، هما فزوا لهم اللعب وردوا عليهم مشاوش في الخط، سواء من جانب إسبانيا أو البرتغال، إلى أن وصل الأمر بمطالبة استبعاد المغرب من تنظيم كأس العالم 2030. لا نتحدث ربما هنا أستاذ فيلالي عن الجانب الرياضي فقط، بل نشير إلى علاقة الرباط بالمحيط الأوروبي. سيد فيلالي، هذه الدعوات تعكس مواقف سياسية عديدة، عن أي رسائل أو مواقف يمكن الحديث اليوم؟ نعم، بدأت الأستاذة نتحدث عن يعني تلك المشاهد أهداف جيوسياسية. كان الأمر واضحا يعني منذ اللحظة الأولى، لأنه ليس هكذا يمكن تصور مشهد لجوء أو هروب بالنسبة لبؤساء يعني وراغبين في الهجرة إلى إسبانيا، وبالنسبة لأفارقة فالأمر كما بدأ أنه يعني عملية مدبرة، وبالتالي يمكن وصفه بأنه يعني إخراج مسرحي بائس. يعني بدأ أنه ليس في محله، وكانت الرسالة التي قرأ العالم كله رسالة غير إيجابية بالنسبة لنظام المخزن. يعني اللجوء إلى مثل هكذا أحاديث والتدريب يعني ليست حقيقة ديدن الدول التي تحترم نفسها أو التي لديها تقاليد واحترام لقانون الدولة والأعراف الدولية فيما يتعلق بالتعامل مع الحدود. سيد فيلالي، في نقطة أخرى، هل أصبح ربما ملف كأس العالم ساحة جديدة لتجاذبات سياسية تتجاوز البعد الرياضي؟ نعم، ومن ثم نبني أستاذ يعني طبعا لهذا التمهيد والبناء ما كنت يعني ذكرتموه في تقريركم، يمكن البناء من حيث أن المغرب يعني الذي أراد أن يحصل على مكاسب يعني جيوسياسية من حيث تنازل أو تراجع الحكومة الإسبانية عن ربما يعني قرارات سياسيه ما، والتي لا يبدو انه يعني موجوده. الامر الوحيد الذي ربما يزعج المخزن هو زياره بيدرو سانشيز مباشره بعد فوز بلاده بفريق بلاده بكاس العالم، انه زار الجزائر يعني في زياره تبدو انها يعني فعلا البلدين صديقين. فمن ثم رد الفعل الذي جاء من اسبانيا كان انه هذا البلد غير جدير بالثقه، ومن ثم يمكن ان نقول ان الامر ارتد على نظام المخزن من حيث بروز اصوات من قبل الاحزاب السياسيه التي قالت انه يعني بشكل مباشر ان المغرب عفوا ان اسبانيا، وثم ايضا اصوات ايضا البرتغال انها لا تتشرف بان تتعامل مع فيلالي. معذره على المقاطعه، فضائح المغرب المتكرره والتي لا تكاد تنسى، الاولى حتى تاتي الثانيه والثالثه الى ما ذلك من الفضائح. سيد فيلالي، حسب ما هو مجسد في الواقع، الى اين تتجه علاقه نظام المخزن مع بعض الدول الاوروبيه؟ وهل النقاط المتاحه تقول بان هناك بوادر ازمه بين الرباط وإسبانيا في الوقت الحالي؟ وهل ستشهد العلاقات المغربية الأوروبية مرحلة إعادة تقييم في ظل تراكم الملفات الخلافية؟ نعم أستاذ، وهذا ما كنت أشرت لي في البداية، بين أنه يعني رسالة جد سلبية يعني جاءت من المغرب إلى أولا يعني البلدان يعني المجاورة للمغرب، وتعلق الأمر في الجزيرة الإيبيرية، وطبعا لأن المغرب عفوا لأن إسبانيا والبرتغال هم جزء من الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فيه نعرف يعني سياسة أوروبية مشتركة فيما يتعلق في كل المجالات، ومن ثم لم تعد المسألة تتعلق بعلاقات مغربية إسبانية أو علاقات مغربية برتغالية، وإنما هنا الأمر يتعلق باتحاد أوروبي. ولقد يعني رأينا كيف أن بعض يعني كانت نية سيئة خاصة من حكومة إيطاليا فيما يتعلق بمنع تطبيق اتفاقية شينغن للعبور الحر بالنسبة لمواطني أوروبا والاتحاد الأوروبي. فمن ثم الآن المسألة انقلب السحر على الساحر كما قلت. وصل السكوندر اللي صرا في المباراة النهائية يعني ما يشرفش هذا المغرب اللي يحتضن مع البرتغال واسبانيا نهائيات كاس العالم 2030 حتى اليوم لي اسبانيول
في صراع على شكون يحتضن المباراه النهائيه بمثل هكذا تنظيم كارثي فضيحه بكل المقاييس. من المستحيلات انه المغرب سيحتضن المباراه النهائيه لمونديال 2030. استفهام حول قدرة المغرب في تنظيم مونديال 2030. وربط التقرير في موندو ديبورتيفو بين هذه الوقائع وملف تنظيم كأس العالم الذي يستضيفه المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، مؤكدا أن ما جرى في الرباط يجعل من الصعب على إنفانتينو الشعور بالاطمئنان تجاه جاهزية المغرب لتنظيم حدث عالمي بهذا الحجم. البطولة، وأبدأ بمجلة جون أفريك التي تعنون إن الثلاثي المغرب وإسبانيا والبرتغال قد اختير لتنظيم هذه المنافسة، وأشادت المجلة باختيار المغرب لتنظيم هذه المنافسة. تعنون تنظيم البطولات العالمية رهان رابح للمغرب، وتقول الصحيفة إن ترشيح المغرب لاحتضان البطولات العالمية تأتي بعدما حل رابعا في كأس العالم في قطر، فضلا عن استثمار المملكة في تطوير البنى التحتية الرياضية خلال السنوات القليلة الماضية. لما دخل في شراكة مع إسبانيا والبرتغال لم يكن ذلك باعتباره ورقة احتياطية أو عجلة احتياطية، بل إسبانيا والبرتغال قرأ المشهد جيدا ورأى في المغرب أنه دولة بمرجعية كروية كبيرة أولا، وثانيا يملك حجما من الأصوات داخل القارة الإفريقية، وأصبح رائد الكرة الإفريقية بالإضافة إلى التراكمات التي خلفها في كأس العالم الأخيرة. إذا المغرب عندما دخل في الشراكة فهو كانت رغبة في أن يخلق حدثا كبيرا يمزج بين قارتين بأبعاد ثقافية مشتركة، لأنه بين المغرب إسبانيا 14 كيلومتر بالباخرة، وبالتالي عندما تكون هذا الامتداد الجغرافي بين البرتغال وإسبانيا والمغرب فهو سيسهل حركة المرور بين المتفرجين. لكن قبل ذلك أبقى في هذا الشق التناول الإعلامي، لأنه الكثير من المراقبين قطعوا فيديوهات لتقارير للتلفزيون الرسمي الجزائري تتحدث عن ظاهرة الحرقة، لكن ليس في الجزائر بل عند الجارة المغرب. حفناوي غول هذا مقطع من تقارير يومية بالعشرات يعني في كل القنوات، يتحدثون عن ظاهرة الهجرة في المغرب، ويتحدثون عن تقارير عن الهجرة للأفارقة، وتقارير أخرى عن الهجرة للليبيين إلى إيطاليا، لكن لا يتحدثون عن ظاهرة الهجرة في الجزائر. أعرف ما يحدث في المغرب، ما يحدث في تونس وفي ليبيا، يشوف أنه التلفزيون نتاعو يغطيها، نعم، لكن يشوف في نفس الوقت عنده حراكة جزائريين وما يغطيهاش الإعلام. وانت تعرف لما يكونوا حراقة معناتها عندهم اهالي في طبعا. والمناطق اللي حرقوا منها حديث الاباء في المساجد في الشوارع. اليمنيين تابعين للسلطة، هذيك المشكلة اللي رانا فيها. لو عندك لو السلطة تعرف انه هناك اعلام حر وغادي يدقدقها غدوة، لازم تخرج المعلومة لكن ما عندناش الاعلام الحر، وبالتالي السلطة ما تخاف، ما عندها مش تخاف. هذا اللي قلت لك. وفي عقلية الدمي مونش اللي راهو يقرر هذه القضايا تاع علاقته مع فرنسا ومع اسبانيا وسانشيز وهذه ما تهمش الشعب. لا علاقة نسبة وماهيش علاقة نسبة يعني. مصالح دول يا اخي. لا تراك فاهم غلط. لازم نعاود قرايتي. لا هي قضية النظام، قضية السلطة. الهوشة مع اسبانيا والهوشة مع سي بيرسونيل تاع الشغل تاعهم، هم فزوا لهم اللعب وردوا عليهم، ما مشاوش في الخط فقط. الرأي العام والانشغال بالرأي العام راك بعيد ولا اعتقد انه راك فاهم الدمي مش ناوي يقرر. اذا السلطة لا ماهيش محتاجة، ماهيش مضطرة ولا عندها في بالها انه تعطي حسابات للرأي العام للشعب، لانه عندك مجتمع مدني مرسم حاطين عليه ابتسام حملاوي، الصحف والجرائد اللي تاعهم في الجيب يعطيهم الريع من دراهم الشعب، واللي خالقين لهم حالة الترهيب، قام يدير في الاوتوسونسير. الاحزاب السياسيه اللي فيهم يكفيهم، واش نحكي لك انا؟ لويزا حنون تحكي لي على فلان وعلان، انا ما تخرجيش تهضري على القضيه هذه. سي حساني، سي معزوزي، سي بن قرينه، وهلم جرى من رؤساء الاحزاب. كيف تحدث هذه القضيه وواحد فيكم ما يهدر شيش؟ راكم تقولوا باللي احنا احزاب وعندنا القواعد نتاعنا. شيش اي واحد فيكم يخرج في ندوه صحفيه، وانا كلامي لكل رؤساء الاحزاب في الجزائر اللي المعارضه اللي مسمين روحهم معارضه، مش نحكي على اجهزه السلطه، مش نحكي على الفلانون، كلكم انتم. يجي اي رئيس حزب ويتساءل يقول لماذا هذا الخبر جاءنا من فرنسا
وكيف يمكن لوزير العدل الفرنسي أن يتحدث في شأن العلاقات الجزائرية الفرنسية والتعاون القضائي والأمني ويشيد بهذه العملية، يشيد بعملية أمنية جزائرية والجزائري ما يهدرش. هيا شيش هذا ما كان.